سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم معايا في القناه ديالي ديليسيونا بلا مزيانين. اليوم جبت لكم وصفه لشهر رمضان الكريم، حلوه معسله مع كاساتين. الله الله في السهره، ما عندي ما نقول لكم. ما فيها لا بيض لا فارينه لا تغنجيقات. تبعوا المقادير معايا واش نسحقوا في هذه الوصفه. عندي شويه كاوكاو مع شويه لوز، حمصتهم ورحيتهم شويه خشان. عندي 6 مغارف سكر، شويه سمن، نيكسترينوازيت، مزهر، ديول. عندي قطايف محمصين ورحيتهم، شوكولا قطعتها بهذه الطريقه من غير فطع لافاني. للتزيين عندي اللوز وشويه كاوكاو محمصين. نسحق كاع هاد الليمون مع هاد المول باش نقطع به دوائر. الحاجه الاولى نحكم الديول تاعي، نقطعهم بهاد المول بهاد الطريقه. بعدها نحكم ليمون تاع الجزيريات، ندهنهم بالسمن ونحط فيهم ورق تاع الديول اللي قطعناهم بهاد الطريقه، وندخلهم للفرن يتحمروا لي شويه. بعدها وجدت العسيله تاعي، حكمت كاسرونه حطيت فيها 2 مغارف سكر، خليتهم حتى ولاو كراميل. بعدها ضفت لها 4 مغارف سكر مع نص كاس ماء، وخليت حتى عقدت لي العسيله تاعي. بعد ما عقدت لي العسيله تاعي خليتها تبرد وضفت لها مغرفه تاع مزهر. من جهه الاخرى وجدت لافاكس تاعي. هنا حكمت الكاوكاو واللوز اللي كنت رحيتهم وحمصتهم، ضفت لهم مغرفه تاع لافاني مع عطر البندق مع قطايف اللي كنت حمصتهم ورحيتهم، و3 مغارف عسل. خلطتهم بهذه الطريقه حتى تحصلت على هذه الحشوه. للتزيين حكمت شويه كاوكاو مع شويه لوز محمصين، قطعتهم بهذه الطريقه شويه خشن، ضفت لهم شويه قطايف مع 3 مغارف عسل وقعدت نخلط فيهم. بعد ما وجدوا لي ديول تاوعي نبداو نشكلو في الحلوه تاعنا. هذا هو الشكل تاع الديول اللي تحصلنا عليه بعد ما طيبناه في ليمون تاع الجزيريات. هنا حطيت الطبقه الاولى طوفيا كراميل، بعدها حطيت الطبقه الثانيه لافاكس اللي كنا وجدناها، بعدها حطيت لها الطبقه الثالثه الشوكولا اللي كنا قطعناها بهذه الطريقه. بعدها ضفت لها المكسرات اللي كنا قطعناها مخشن مع القطايف وشويه عسيله. في الاخر حكمت البقايا تاع الديول، قطعتهم عشوائي وحطيتهم فوق الحلوه تاعي. شعلت الفرن تاعي من الفوق، دخلتهم مده 5 دقائق حتى تحمروا لي شويه. بعدها خرجتهم وغربلت عليهم شويه سكر كلاص. هذه هي الوصفه تاع نهار اليوم اللي كانت حلوه معسله. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه. ما تنسونيش بلي جيم ولي كومونتير. نتلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله. الى الملتقى.